اشلنقم زقا منزيق اللقا زقباقني قنزقو زقق زقزاقا. شنو ترجمة هاي اللقا؟ ما منكم حدا يعرف شنو الترجمة هاي؟ زغنق بغازق لغنزق زقلق زغامغاق حتى أنا لا أدري. الموضوع يا إخوانا في هذه اللقاء التي لا يعرفها إلا سوانا أن أحد الإخوة المقيمين في المملكة اتصل علي في المنام من آخر الليل بعد صلاة العصر وقت الظهر. شنو بعد صلاة العصر وقت الظهر؟ المهم نخبط. قال لي: يا مولانا أسعد الله مساءك ونهارك، لقد أفزعتك من النوم في نص الليل بعد الظهر بعد العصر. فقلت له: شنو يصير هاي الكلام؟ قال: أنا في معجزة. فتقطع قلبي ألما كما تتقطع الشبشبة. شنو شبشبة؟ هاي الشبشبة. المهم قال لي: يا شيخنا لدينا رسوما ويجب علينا أن ندفعها وأنا لا أستطيع الدفع يا شيخ، شنو أعمل؟ فبكيت وبكت القرفة وبكى الجدر وطفي المكيف. قلت له: لا يوجد هناك صعوبة في هذا الأمر يا صبي، دام أنك تقول حيدي حيدر يا حيدر يا حيدر بأبي وأمي أنت يا حيدر تتجدد إقامتي. قولها 3 مرات يوميا قبل الفطور، و3 مرات قبل الغداء، و3 مرات قبل العشاء. فطبقها ذلك الصبي وإذا برسالة تأتيه على جواله تقول له: يا فلان ابن فلان. تتكلم الرسالة ليس كتابا، تتكلم الرسالة وتقول: يا فلان. من قوة المعجزة يتكلم الهاتف من ذات نفسه: قال: مبروك قد تجددت إقامتك. فإذا بالصبي يأخذ يداها ويضرب ويقول: هيها يا حيدر، هيها يا حسين، هيها يا حسين. فدقت عليه الجوازات وأخذته إلى الشميسي.